خلي بالك. انا كده بقول يا رب استرها معاك. لا خلي بالك بجد والله. والله يا نهار ابيض، شغلنا كله كده اهو. يا نهار ابيض على الرعب. تعرف الخشبه اللي قاعد تسويها انت؟ ايوه كل حاجه عارفينها انت. سامعوك. بتتعود على الشقه بالظبط. يعني انت الشقيانه خلاص، لا سمس ولا اي حاجه بقى. بيستعدل كده. ايوه. وبتحط راس المسمار في ايد الشاكوش كده. على كده الشاكوش كده. والله شاء الله. لكن انت ما تنفعش تمسك المسمار بايدك وترشقه. بص المسمار طالع ازاي في الخشب، فانت لو ماشي ومش واخد بالك أيوة. المسمار ده كله يخش في رجلك. نجار المسلح. أنا النهاردة دخلت عالم نجارين المسلح. دخلت عالم عمري ما كنت أتخيل أبدا إن أخش العالم ده. ناس بتشقى وبتتعب عشان لقمة العيش الحلال في عز الشمس ودرجة الحرارة 42، تلاقيهم واقفين على السقالات وطايرين في الهواء بالمعنى الحرفي للكلمة، بيجازفوا بروحهم وبنفسهم عشان القرش الحلال. يلا بينا نتعرف على الرجالة الجدعة اللي بيبنوا مصر ونشوف نجار المسلح بيشتغل ازاي. وما تنسوش اللايك والشير ودعوة لاخوكم بالخير، ويلا بينا على السقالة. زي ما انتم شايفين انا اول مرة في حياتي هصور نجار مسلح. شغلانة صعبة جدا جدا وخطر، يعني شغلانة النجار دي خطر جدا. هنتعرف عليهم بقى ونشوف الناس بتشتغل ازاي في قلب النار اللي احنا فيها دي، وربنا يعينهم يا رب. وبيطلعوا ارتفاعات كبيرة جدا. اتمنى ان احنا نشوف ناس مصريين جدعان بيشتغلوا في قلب الصخر، والله العظيم في قلب النار، عشان يعملوا المباني والحاجات الجميلة اللي احنا بنشوفها. انا طالع على السلم طبعا، بصوا شكل السلم عامل ازاي. اول مرة اخد التجربة دي وربنا يستر بقى. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انت صوتك واطي ليه؟ لا عادي. ربنا يبارك في عمرك. آمين. الاول بس قول لي اسمك ايه؟ علاء. علاء ايه؟ علاء فاروق. حبيبي منين؟ من اسيوط. اجدع ناس القصيطه. ده أحسن يا ربنا يبارك فيك. ده بقالك كام سنه شغال نجار مسلح؟ حوالي 10 سنين. 10 سنين. ما شاء الله. اتعلمتها في البلد ولا هنا في القاهره؟ لا اتعلمتها في القاهره هنا. 10 سنين وانت شغال في الجو ده، شتاء بقى صيف؟ صيف كله باستمرار، مفيش غير الاجازه بس اللي بنقعدها مثلا كان اسبوع في البلد وخلاص على كده. صعبه الشغلانه قوي. انا اصلا طلعت الطلعه اللي انا طلعتها دي اصلا يعني تعبتني. الله يكون في عونكم اللي انتوا بتعملوه ده. هنعمل ايه؟ لقمه عيشنا كده، ربنا كتبها كده. ربنا يبارك في عمرك. قول لي انتوا اصلا الشغلانه بتعملوا ايه بالظبط؟ يعني انا ما اعرفش. قول لي بقى انتوا بتعملوا نجار مسلح ده شغلته ايه؟ شغلته عادي خشب، رفع خشب زي كده هو، وبيعملوا السقف. بالسقف كله بيتطبق زي كده. وعمدان. وعمدان وكله مسلحات وعاديات وكله لبش. وبتعملوها شايف خيوط انا بتبقى ممدوده كده، الخيط دي اسمها ايه؟ الخيطان دي زي اكسات. اكسات. عشان خاطر يطلع السقف مظبوط. عشان خاطر يطلع السقف مظبوط صح كده؟ بنشدها في العمدان تحت. ربنا يبارك في عمرك. امين يا رب. طبعا انا مش هعطلك، تعالى احنا نتفرج عليكم انتوا بتشتغل ازاي ونتكلم ندردش مع بعض شويه. ماشي؟ شغلتك انت قبل الحداد ولا الحداد قبلك؟ لا انا قبل الحداد. انت قبل الحداد. وبعد كده الحداد بيشتغل وراك؟ بعمل السقف زي كده والحداد ورايا. طب يلا نشوف. بيجي لك انت بقى، قول لي الخشب ده بيجي لك الشباب بيطلعوه ولا انت اللي برضه اللي بتطلعه؟ لا الشباب اصورك يا باشا، ما انا جاي لك. الشباب اللي بيطلعوا. الشباب بيطلعوا. بيطلعوا شاب زي ده كده. الشباب الصغير بتعلموهم انت؟ جسمه مساعد. ايوه ما شاء الله. هنتكلم معاهم دلوقتي. علاء انت كده بالسقف بتاعك بيبقى اللوحه دي بتبقى محطوطه كده. وبقى كده الحداد ورايا. الحداد بيعمل الشبكه؟ اللي فوق هنا بيرص الشبكه زي كده. تمام. انهي اصعب، الحداد ولا النجار؟ لا النجار طبعا. والله صح. هروح للحداد يقول الحداد اصعب. ما احنا اللي بنعلق في الشغل زي ما انت شايف، بنرفعه له والحداد ايه؟ اول شغلتك في المعمار هي اصعب صنعه النجاره. النجاره اصعب حاجه بقى كده الحداد. اسمك ايه؟ احمد محمد شحاته. حبيبي ابو حميد. قلت لي بقى النجار هو ايه، بيعمل ايه؟ النجار هو الاساس. ماشي. النجار اول حاجه بيشتغل وراه مبيض، بيشتغل وراه بنا، بيشتغل وراه حداد. يعني انت لو شغلك مش مظبوط كله بيبقى مش مظبوط. فهو اساس الشغل اول بدايه صناعه اللي هي النجاره. حلو قوي. بعد كده يشتغل وراك حداد، بعد كده يطلع بنا، وبعد كده يطلع مبيض، نجاش، سيراميك، بياض. يعني انت الاساس يا معلم. ايوه يا باشا. قول لي ايه صعوبه الشغلانه؟ صعوبه الشغلانه هي خطره من بره، لما بنطلع في الادوار العاليه دي بنقول يا رب استرها. الشمس ده الناس تشوف الشمس اصدر الحراره عاليه جدا والله. جو سخن. ربنا يكون في عونكم. طب انت اتعلمتها وانت عندك كام سنه؟ انا كان عندي 13 سنه. زي الشباب دي يعني؟ زي الشباب دي. انت عندك كام سنه؟ 15 يعني زيه. زي. ربنا يبارك في عمرك يا اخي.
طب انا عايزين نشوف الشغل. هو انتوا خلصتوا هنا؟ خلصنا والله. خلصنا وسلمنا الاستشاري، وهيطلع بكره الحداد يشتغل، وبعد كده احنا نقوي وراه يعني انت السقف ده، طب فهمني السقف ده كده بيتعمل ازاي؟ يعني انت السقف ده قول لي مراحله، العمدان بتتعمل ازاي دي اسمها ايه؟ طبليه؟ دي اسمها بلاطه. بلاطة. دي تطبيق بلاطه. حلو. سيادتك دي تعالى تطبيق كده بلاطة. نمشي مع بعض كده ماشي. وقول لي. ده تطبيق بلاطه سيادتك. ماشي. ده سقوط كاميرا. سقوط كاميرا. وده ايوه كده علمني بس اساسيات المهنه. ماشي. انا ما اقعش كده، انا ماشي كده كويس؟ كويس انا ماشي. طب ده سيادتك سقوط كاميرا. يعني ده في كاميرا هنا؟ وهنا في كاميرا. بصوا الكاميرا بتبقى هنا. حلو قوي. بيبقى المهندس مثلا مدينا لوحه زي كده، بنشتغل عليها بالمقاسات معينه. بمقاسات معينه كل حاجه. حلو قوي. تمام. والعمدان برضو بمقاسات معينه. والعمدان بمقاسات معينه. هو العمود بيطلع حسب الادوار سمكه ولا كل واحد؟ لا بيطلع مثلا كله ضريان نفس الاتجاه زي بعضيه. نفس السمك. يعني لو 10 ادوار زي 5 ادوار؟ لا سيادتك مثلا طلعنا مثلا الارضي والثاني طلعنا مثلا الثالث، ممكن يخس العمود 10 سم. نطلع ضريان بيخس العمود 10 برضه. حلو. يعني حلو ده. كل ضريان 3 العمود بيخس 10. وانا شايف ناس شغاله الناحيه الثانيه هم. ناس شغاله في عمدان. بصوا الناس في عز النار شغالين هناك هم في عمدان. السقف ده بياخد رجتين حديد. حلو. اصعب حاجه اول دور ولا اللي فوق؟ لا اللي فوق. اول اصعب. اللي فوق والله اللي فوق الدار اللي تحت ده سيادتك بيبقى لعبه بالنسبه لنا. بنبقى شغالين بروجان والدنيا دي، انما بنطلع فوق كله بيقول يا رب استرها. والله صعب. ده بيسخن، بنبقى معلقين بره على الطاير. وربنا بيستر. واحنا كده على الهوا صح؟ احنا كده مفيش حاجه تحتينا. لا يا سيادتك سقف محمل. ايوه ما انا عارف محمل، بس ما انا عارف يعني، انا قصدي ان مفيش سقف يعني، هو خشب يعني بس. سيادتك مثلا انا ببقى واقف مثلا فين؟ يعني انتوا خلي بالكم احنا تحتينا كده مفيش حاجه، هو الخشب بس، احنا ماشيين على خشب في العلو ده. يعني سيادتك انا مثلا شيل الورق عشان ما تطير. بص احنا تحتينا كده مفيش حاجه، خلي بالك. انا كده بقول يا رب استرها معاك. لا خلي بالك بجد والله. يا نهار ابيض، شغلنا كله كده اهو. يا نهار ابيض. والله. انت بتعمل ايه بقى هنا؟ دي باخد مقص. يا نهار ابيض على الرعب. انت كده مش ماسك حاجه ولا حاجه ماسكاك يا راجل. هنعمل ايه؟ اكل عيش كده. ربنا يديك الصحه يا احمد والله. اللهم امين. هي شغلانتكم كده كلها يعني؟ في ناس تحت كده نفس الكلام؟ في الارض بيبقى لا نفس يعني تحتيك في حد بيدق برضه على ايوه دي بيجوي تحت. بيقوي. مش عارف شايفين. لا دي اللي تحت دي شغاله في الارض، شغاله على البلاط يا سيادة. يعني انت عشان تعمل الحته دي اسمها ايه اصلا؟ دي اسمها مقصات. مقصات دي لازم تقف بره كده؟ عشان لما تيجي سيادتك الخرسانه تنزل الجنب ما يضربش لبره. الجنب ما يفتحش لبره، عشان سيادتك لما يقدر الموبايل يشتغل تبقى الواجهه كلها نازله حته واحده. ده انت الله يكون في عونك. لا ده الموضوع صعب ده رعب يا راجل. انا مش قادر ابص اصلا الناس تحت فين، واحنا في الدور الكام كده؟ احنا في الدور السادس كده. السادس كده. انت لسه طالع كام؟ قاعد دورين. طالع دورين. ده احنا قبل ما نطبق التطبيق ده بنقف على البرندة بنعرج القمر. ايوه صح. يعني انت قبل الخشب ده مفيش حاجه هنا. انت بتبقى واقف هنا مفيش حاجه خالص. بنخشب وبنقف على التخشيب وبنقف على عرجات القمر دي بنسمر عليها من فوق. التخانات دي من فوق. شايف اللوح دي على سقف اللوح كده. بنقف هنا؟ بنقف على سقف اللوح كده. ممكن في الدور تخانه اللي هي 3 سم. ممكن حد توصل الثامن او العاشر. يا جماعه ده موضوع خطر ده. يعني انتوا خلاص اتعودتوا على كده. خلاص اتعودنا. ربنا يديكم الصحه يا اخي. لا انا يعني انت منين يا عم احمد؟ اسيوط. قصايطه كلكم يعني ما شاء الله. ربنا يبارك في عمركم. انا اتشرفت بيكم والله. احنا شرف كبير. ونخش ان عايز اشوف الراجل ده بيعمل ايه. تعالى يا سنزل تحت. تعالى وريني يلا. هات ايه اسمه اللي انت بتدوق بيه ده؟ دي قدوم غير الشاكوش. بص ده شكله ايه. بص وري الناس. انت ليه هو بيبقى مضلع من هنا كده؟ عشان المسمار ما يهربش. شفت شغلانه برضه. ودي الشنطه دي بتاعت العده. دي الخريطه. لا الشنطه اللي فيها المسامير. فيها المسامير. انا عارف ان المسامير بتاعتكم ما بتضيعش، يعني لازم تستعدلها بتشتغل تاني. طبعا ده كل المسامير ب 75 جنيه ده. الله اكبر. يعني ما فيش فيه ضياع ده. لا من اول المبنى لاخر المبنى سيادتك دي خياط حته واحده، بيشد خياط حته واحده بيطلع المهندس بيستلم عليها. من الساعه كام بقى انت يا احمد بتشتغل؟ احنا بنطلع الشغل. لا انت بتشتغل من الساعه كام عامه؟ من الساعه 6. 6 الصبح. تبقى على السقف هنا. نطلع 6. شغلنا سيادتك ترايح. تخلص طريحتك تمشي. ودي فكاك بتاعنا. دي بيفك فكات. دي عتله. دي سيادتك عتله بيحل الخشب بعد ما السقف يصاب هو يحل.
عينيها بيعموا والتراب والجرف. يا نهار ابيض، يعني شايف يعني يعمل بتفك كده؟ الخشب ده تاني كله. صور عينيها وماسك العسل. بير الاسانسير. بصوا مخلي بالي ده انا بعيد انا انت بتطلع ازاي بقى هنا انت؟ احنا بنطلع عادي احنا بنطلع على السلم. بنعلق وبنحط مثلا قطعتين زي كده يا نهار ابيض. يعني انا سيادتك عايز اقفل سيادتك ايه؟ لا بالراحه بالله عليك. دي حيطه عايز اقفلها انا سيادتك. انا على فكره انا بص انا ممكن اصورك بس ما تشتغلش قدامي، لان انا اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه يا نهار ابيض. دي نظام زردين عشان تشيل التقويه تحت الاسانسير. انت كده واقف تحت بير البتاع مفيش حاجه تحتيك يا راجل. احنا بنعمله ازاي؟ مفيش حاجه شايلها. احنا بنعمله ازاي؟ يا نهار ابيض. يعني اكتر شغلانه هي أكتر صعبه خطر جدا هي شغلانه النجار المسلح. النجار المسلح. استنى بقى، اسمك ايه الاول؟ حمد. يا حماد عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحه حبيبي. انت مين اللي علمك؟ مين اللي علمك؟ سيدي سيدو محمود سيدي محمود النحاس. اللي يتعلم بيعمل ايه الاول؟ لا مسمار. بيجلع مسمار. يعني انت بتقلع مسمار بدي؟ ايوه دي بالظهر بتاع اسمه ايه ده؟ ده اسمه قدوم. يدوم. بتخلعه بده. ايوه بدي. طب اشتغل، انا عايز اشوفك وانت شغال. انت كده المعلم قال لك انت بتعمل ايه دلوقتي؟ وانت شغال انت بتعمل ايه بقى؟ اجود دم. منين من اسيوط؟ درونكا. ايه؟ درونكا. كورونكا؟ فين دي؟ درونكا تبع مركز ايه؟ تبع اسيوط. تبع اسيوط. عمرو يا باشا، نجار مسلح. بقى لي 20 سنه في الصنعه. شايف كمان بتنشروا انتوا ايه؟ المنشار ده بنقطع بيه سيادتك الخشب ده، لو حاجه محكومه سيادتك بنقطعها عشان بالمسمره بتيجي في وش الثانيه. شايف الناس هنا لابسه حاجات على دماغها. دي من ايه بقى؟ ليه؟ دي عشان الترابه وكده والدنيا وحصو والكلام ده وشعرنا والشمس. والكلام ده والشمس وبيوتنا ما تسوقش وكده. والله يساعدنا ويعيننا. شغلانه صعبه. شغلنا صعب، هنعمل ايه عشان معيشنا؟ ربنا يديك الصحه. اللهم امين يا رب. وهنا شباب بيتعلم معاكم برضه. اتعلم معانا الصغير، ما احنا اللي بنعلم الصغير، وبعد كده لما نكبر احنا بقى كان نتركن احنا ونشتغل الصغير. ربنا يديك الصحه. اللهم امين يا صغير يا عم. رب. صغير. 32 سنه. بس حلو ان انتوا ما شاء الله يعني المهنه دي صعبه قوي. ما عدا الحمد لله عشان معيشنا، هنعمل ايه؟ انا والله ليا الشرف ان انا عندكم ربنا اقسم يستر عليك يا بالله. رب. انت ربنا عارف انا يستر عامل عليك. الفيديو ده ليه؟ عشان خاطر نعرف ان في ناس بتشقى. احنا ممكن نيجي نسكن على طول. ايوه ناس بتشتري شقه وتسكن بس ما تعرفش الشقه دي اتبنت ازاي. تمام. بتعب وعرق رجاله تمام. جدعين ومحترمين زي الناس دي. زيادة عن كل ده يا باشا بنسيب اهلنا بالشهرين وبالثلاثه برضه متغربين. صحيح ما كلكم متغربين. هم كلهم متغربين. لازم نتغرب بنقعد والناس بالشهر برضه وبالاثنين بتبص وبالثلاثه سيادتك عشان خاطر ايه؟ نقدر نوكل بيوتنا ونقدر نساعد نفسنا. احسن صح. من نمد ايدينا لحد، واحسن ما نسرق، واحسن ما نعمل. صح. يبقى نديب من شان هو ايه؟ يبقى بالحلال علينا ومحلل علينا. ربنا يحللها عليك يا رب. يستر عليك وعلينا ولا يا في رب. المخدرات ولا الكلام ده. ربنا ده انت ما عندكش وقت ان انت تفكر. ربنا يستر عليك يا رب. يعني انت بتروح تنام الساعه كام؟ انا في اللي بينام بنام المغرب المغرب. وفي المغرب عشان بتصحى الفجر انت. عشان اصحى ساعات الفجر. ممكن نخلص في الشغل هنا الساعه 9 في الليل لو في بنقعد صبة. للمغرب وبنقعد وممكن للعشاء تقعد وكده للصبح ودنا شغالين. وممكن تقعد بكمل مطبق زي كده بالشغل، شغال بكمل متعلق بالله. لحد والله ما- رجاله يا لحد عم. ما يوصل والله يا رجاله باشا. رجاله ومحترمين وناس شقيانه يستر وبتتعب عليك. وبتشقى عشان لهم العيش الحلال. هي دي اهم حاجه. ربنا يستر هي الناس دي في الشمس في النار وفي السقعه شغالين. ربنا يستر عليك وعلينا. ربنا يبارك. انا اتشرفت ربنا بيك يستر عليك. والله اتشرفت بيك. شرفنا. ربنا يبارك في شرفنا. عمرك. شرفنا وسعادة. والله العظيم الشرف ليا انا. شرفنا بيك برضه. واتمنى ان كلنا ندعي للناس دي. الناس إن شاء دي الله طبعا بإذن مش عايزين الله. حاجه من حد، الناس شغاله بس ندعي لهم ربنا يصبرهم على شغلهم وعلى عرقهم ويرضيهم يا رب دايما. يبعد عننا الناس الوحشه. يبعد الحمد عنك لله. كل ولاد الحرام. اللهم آمين. اتمنى الفيديو يعجبكم وان شاء الله الفيديو الثاني بقى هيبقى مع نجار المسلح اللي شاء بعد الله بإذن بيكمل الله. بعديكوا هو. ها اه ربنا يبارك في عمرهم. اشوفكم على خير. بإذن الله. ما تنسوش بإذن الله. اللايك والشير ودعوه لاخوكم بالخير. سلام.